حد الغضب. أول ما تسمع الشعار ده تقول ده أكيد مسيرة قبطية، مسيرة مسيحية، مسيرة على هذا المنوال. الحقيقة الغريب إنه حد الغضب ده كان حد تظاهرات طلبة جامعة الأزهر. اختاروا يوم الحد إن يكون هو اليوم اللي يعبروا فيه عن غضبهم ومطالباتهم اللي يعني قريبة كتير من مطالبات طلبة جامعات كثيرة جدا طافوا في محيط أو في حرم الجامعة من كلية إلى كلية إلى أن وصلوا إلى مبنى الإدارة، وهناك استقروا ورفعوا كل مطالباتهم واستمرار في الاعتصام. الثلاثون من أكتوبر أحد الغضب، هكذا أطلق عليه طلاب جامعة الأزهر الذين خرجوا في مسيرة حاشدة جابت أنحاء الجامعة بعد اعتصام دام أسبوعا كاملا للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة وقياداتها ليتم اختيارهم بالانتخاب. طالب جامعي جاي من بيته عشان يتعلم هنا في الجامعة يتضرب ويشتم ويتهزق ويتهان ويطرد من مكتب العميد، ده يرضي ربنا؟ هم بيحاولوا يفوضونا بكل الطرق عشان نشيل مطلب تغيير دكتور أسامة العبد وان هو يفضل بالتعيين تاني، واحنا بنقول لا. احنا النهارده بنقول ان في 10 مننا هيضربوا عن الطعام باذن الله بعد الاعتصام، وما فيش حد سائل فينا حتى من المجلس، حتى الشرطه العسكريه ما جت حاولت تفضل الاعتصام بقوه وبرضه ما فيش فايده. احنا عايزين رئيس مننا يفهم مشاكل الطلبه، يسمع لمشاكل الطلبه. حضرتك احنا بقالنا اسبوع ما حدش سمعنا، رئيس الجامعه بقاله اسبوع ما دخلش مبنى الاداره، ما دخلش مبنى اداره الجامعه. لازم جامعه الازهر ترجع لكيانها تاني، جامعه افضل جامعه في الجمهوريه كلها، غير كده احنا مش هنقبل. رئيس جاي بالانتخابات ننتخبه يقدر هو يحسسنا ان احنا افضل جامعه في الجمهوريه. كما رفع الطلاب عدة مطالب أخرى منها تغيير لائحة الطلاب وتعديل قانون تنظيم الأزهر. ليه احنا ما عندناش بنشات؟ ليه ما عندناش مكان نظيف نحضر فيه محاضره؟ ليه لما بنيجي نحضر محاضره لازم البنش يتكسر ويقع بينا ونتنيل؟ لازم الدكتور يدخل يقول علينا زباله وحيوانات؟ لازم ما فيش اي احترام، ما فيش اي تقدير. العميد حتى السكن بتاع الطلاب سكن غير ادمي. رئيس الوزراء هو وزير شؤون الازهر وهو المتصرف الاول والاخير في الازهر، هو اللي بيضع الميزانيه. بنرجع له في كل شيء لجامعه الازهر. احنا بنطالب بازهر مستقل، ازهر حر بعيدا عن مجلس الوزراء نهائي. ولليوم الأول انضم بعض أساتذة الجامعة إلى صفوف الطلاب. إغلاق معمل أبحاث ومنع أعضاء التدريس من الدخول بعد تهديد الطلاب ومنعهم من الحضور، بعد منع الطلاب من حضور المحاضرات ومنعهم من تلقي العلم وخصم وتهديد أعضاء التدريس وإرهابهم. لا للتعيين ونعم للانتخاب، مطلب واحد حمله طلاب جامعات مصر في الفترة الأخيرة تحقق في بعضها، ولكن ما زالت البقية تنتظر. آلاء جويش، 10 مساء. تأكيد المطالبة ببيئة تعليمية محترمة راقية تخرج يعني أو تنتج خريجين لهم جودة تضاف لرصيد الأزهر وتضاف لرصيد البلد، ده كله شيء كلنا لازم نؤازره. إنما فكرة انتخاب رئيس الجامعة، معظم رؤساء الجامعات في العالم كله لا يأتون بالانتخاب. العميد هو الذي ينتخب، إنما بينتخب من مين؟ مش من الطلبة ولا من الباحثين، بينتخب من أعضاء هيئة التدريس اللي موجودين. يعني في النهاية هو انتخاب علمي أو انتخاب مش عام، لأن ما فيش في الدنيا كلها طالب بينتخب أستاذه أو بيختار أستاذه. بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة بيكون في معظم الأحيان بالاختيار وليس بالانتخاب. يعني فكرة التعيين عندنا طبعا فيها أشياء كثيرة بتسوقها. يعني لما الدولة بتعين رئيس جامعة دايما بتعينه عشان يبقى عين الدولة أو أداة الدولة في هذه الجامعة، إنما الاختيار مسألة مختلفة. أي جامعة بيبقى لها مجلس أمناء أو مجلس أعلى ينظم الجامعات، ده اللي بيتم الاختيار. في معظم جامعات الدنيا، الجامعات المحترمة اللي في العالم، في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بيبقى رئيس الجامعة ليس بالانتخاب، ومنصب العميد بيبقى بانتخاب أساتذة الجامعة. وجود بقى رئيس جامعة مع عمداء محترمين علميا ووجودهم بانتخابات زملائهم،
بيحقق المعادلة المطلوبة في سياق التعليم الجامعي.